يا عم الحكاية دي من أسوأ المواقف اللي ممكن تحصل لواحد. يعني تخيل نفسك صاحي من النوم كده، لسه عينك مغمضة ومش عارف انت فين ولا رايح فين، وقررت تطلع تجيب شيبسي. يعني مش أي شيبسي، ده شيبسي الصبح لازم يكون جنبك وانت بتفطر. المهم، لبست أي حاجة لقيتها قدامك، يعني جلبية نوم وشباشب، ونزلت كده زي ما أنا على السوبر ماركت اللي تحت البيت بالظبط. دخلت واخدت الشيبسي واديت الراجل الفلوس، وانا مستني الباقي. فجأة لقيت نفسي قدام مفاجأة عمرة. صاحبتي الجامعة والشلة بتاعتها كلهم داخلين السوبر ماركت. أنا في الأول ما خدتش بالي، بس لما واحدة فيهم قالت مش ده محمد، الدنيا كلها وقفت. بصيت لقيتها هي فعلا، وعمالين يضحكوا عليا وعلى شكلي. يعني تخيل نفسك شكلك عامل إزاي وانت نازل تجيب شيبسي الصبح من غير ما تغسل وشك أو حتى تسرح شعرك. أنا بصراحة اتلخبطت ومش عارف أعمل إيه. عايز أهرب